على اقتراحات جديدة واستمرت في البحث، وكان من الممكن أن يصدر القانون في هذه الدورة. لماذا لم يصدر؟ إلا أن بناء على الاقتراحات اللي قدمت من الأعضاء، إلا أن الحكومة طلبت الانتظار لأنها في صدد إعداد مشروع. المشروع أخذ وقتا طويلا في مجلس الوزراء، فجاء قرب نهاية الدورة ويا دوبك عرضناه على اللجنة التشريعية، واللجنة التشريعية وافقت عليه من حيث المبدأ، وقبل كده أخذ رأي الأزهر وأخذ رأي المفتي، وكل دول وافقوا، كل الدينيين وافقوا، ورأى السيد الرئيس نظرا لأهمية هذا المشروع أخذ رأي مجلس الشورى، وعلمت أنها موافقة اللجنة من حيث المبدأ، وإنما جه في نهاية الدورة، فالعيب ليس على البرلمان. ولكن دكتور سرور، أظن أن القانون الخاص بالكوتا الخاصة بالمرأة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بكوتا محددة جاء أيضا في نهاية الدورة، وتم أيضا في نهاية الدورة، ولكن مشاكل قانون الكوتا أقل بكثير من مشاكل قانون زراعة الأعضاء. ده الثاني فيه مشاكل كتيرة في تحديد معنى الموت والاتجار وتحديات كتيرة عاوزة دقة شديدة جدا. مسألة الكوتا كانت منذ إقرار التعديل الدستوري في مارس 2007 وإعطاء القانون حق تحديد كوتا للمرأة، ناس تنبهت، بقي القانون عشان ينفذ حكم المادة 62 من الدستور، فجاء هذا المشروع بالقانون، وكان هذا المشروع بالقانون أمامه مبدأ: هل نريد تمكين المرأة وإعطائها حقوقها بصورة تتمكن فيها من الوجود؟ حدثت مناقشة حادة في هذا الشأن، ثم رأى المبدأ المجلس التمكين. حدثت بعد كده مناقشة دستورية حول ما إذا كان المرأة تأخذ لها كوتا، ده أمر فيها مساواة، وجدنا أن المادة 62 سمحت بذلك. اللي يقول المادة 40 مبدأ المساواة، أيوة، النصوص الدستوري تكمل بعضها بعضا، يعني مفيش تناقض بين هذه المادة والدستور. المحكمة الدستورية العليا حسمها الكلام ده. لا يوجد تناقض بين مواد الدستور، وإنما كل مادة تحد مفعول ما قبلها في نطاق معين وفي نطاق الموضوع الذي تبحثه. وبالتالي مادة 62 قالت يجوز للمشرع أن يضع حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين. خلاص، حد أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين بيضعوا. المساواة تكون في حدود الدائرة اللي هترشح فيها. لو يعني دائرة المرأة كبيرة، دائرة الرجل صغيرة، ما اقدرش اقول له دايرتك صغيرة ودايرتك كبيرة، لان هو تفتكر السيدات يتنافس يعرفوا يسدوا في الدوائر الكبيرة؟ هل تعتقد ان السيدات يعرفوا يسدوا في هذه الدوائر الكبيرة المتسعة؟ يقدروا عندهم قدرة؟ انا لا اتصور، وده برضو سبب، لا اتصور ان امرأة ستدخل الا لو كانت شخصية عامة ومعروفة. ونجد مجلس الشورى مثلا الدائرة عبارة عن 4 أقسام، ولأن عاوز مجلس الشورى ده مجلس بيبدي رأيه، عاوز ناس ذو ثقل معين يبقى معروفين في 4 أقسام. فبرضه لا أتصور المرأة ستدخل برلمان، أي مرأة عادية اللي نفسه شيء واللي يقدر شيء، إلا لو كانت شخصية عامة تفرض نفسها بصيتها وبأعمالها وبشخصيتها على الرأي العام. طب هل بتعتقد دكتور سرور أن هذا القانون قد تم التعامل معه بمنطق السلق في الأيام الأخيرة من البرلمان؟ لم يأخذ حقه الكافي من النقاش ولا الجدل؟ لا، ده خد في البرلمان 3 جلسات، جلستين مبدأ وجلسة مواد، لأن قدمت تعديلات محدودة، وهو عبارة عن نفسه تعديل عدة مواد قليلة، ما خدش سلق. هو كانت عندنا مشكلة الدستورية فقط فصلين ولا مش فصلين، فالبعض رأى انه فصلين أكثر دستورية،
وبعض رأى أن فصلين هو للتمكين فقط، وحسم الأمر فصلين أو أكثر من فصلين الاثنين دستوريين. ومادة 62 من الدستور قالت يجوز للمشرع أن يضع حدا أدنى، ما قالش يضع حدا أدنى لمدة معينة، ولكن السلطة التقديرية للمشرع من يملك الأكثر يملك الأقل، فرؤي أنه فصلين تشريعيين كحد أدنى، كحد أدنى زمني، كحد أدنى زمني أي دورتين برلمانيتين كاملتين. أيوة، بس النهارده يجوز حد أدنى للمشاركة، مش قصد المشرع، مش قصد الدستور حد أدنى زمني، لكن كلمة يجوز معناها سلطة تقديرية للمشرع، على من يملك السلطة التقديرية يملك أن يقيد من حيث الزمن. فهذا التقييد كان المجلس القومي للمرأة ما كانش عاوزه، إنما رأى مجلس الشعب بإقرار مشروع الحكومة بأنه فصلين تشريعيين فقط، على حسبان أن المرأة بعد هذه التجربة قد تتمكن ولا تحتاج إلى هذه الكوتا. وأنا علقت قلت أرجو أيضا الفلاحين والعمال عندهم 50% يقولوا إن إحنا مش محتاجين كمان هذه الكوتا، دي كلها مدد للتمكين. هل بتعتقد ان مثل هذا القانون بيلقى صدى شعبي ايجابي على المستوى العام، او هل لمست هذا انت دكتور سرور من ابناء دايرتك انت شخصيا ان هذا القانون يلقى صدى شعبي او يلقى قبول شعبي؟ ما اقدرش اقول من ناحيه القبول الشعبي لان ده عاوز وعي، انما هو من ناحيه احترام البلد واحترام الشعب. لان انتهى الاوان ان المراه تبقى مهمله، هذه المراه نصف المجتمع، والعالم كله بيتكلم على تنشيط دور المرأة في الحياة السياسية، وبالتالي آن الأوان أن يكون المرأة دورها الهام في الحياة السياسية، فرصتها. وبتعتقد أن ده ممكن بالفعل يعمل حالة في حياة التحريك والحراك السياسي؟ الحراك السياسي، بس الاختيار يكون سليم، والدائرة الكبيرة هي اللي هتفرض هذا الاختيار السليم. يعني احنا عدينا مرحله النقاش حول هذه القضيه، ولكن انا في مناقشه مثلا مع بعض القانونيين حتى في هذا الموضوع بالامس بيعتقدوا انه ليه اذا كانت الاحزاب نفسها لا ترشح المراه، إذا كانت المجالس المرأة المختلفة والمتعددة غير قادرة على أن تدفع بالنساء لأن يكونوا في الحياة السياسية، فهل يمكن لتعديل قانوني، هو اللي يمكن لإضافة أنها تخلق هذا، أنها تعدل هذا، هل يمكن أن ده يحدث مجرد تعديل؟ ده سؤال مطروح في الشارع. يعني إيه الأحزاب مش قادرة؟ الأحزاب لم ترشح مرشحات سيدات في الانتخابات لأن كل حزب عاوز ينجح في الانتخابات. في الصورة الحالية الحزب عنده ستات ناجحات بس مش هينجحوا مع المنافسة مع الرجل، فيتقدم بيهم ازاي؟ مش كل حزب عاوز يخسر، عاوز يكسب مش عاوز يخسر. انما لما يكون الستات لها دايرة مغلقة عليهم هيرشح لأن هتنجح. طيب أعود مرة ثانية إلى المسألة التشريعية. الرئيس مبارك في الجلسة الافتتاحية طلب بالعدد من المشروعات القوانين التي يتم إحالتها إلى البرلمان لإنجازها. في بعض القوانين لم يتم التعامل معها كما تحدثنا عن قانون زرع الأعضاء، أيضا هناك قوانين النقابات المهنية، تعديلات الأحوال الشخصية، التأمين الصحي. لماذا لم يتم التعامل مع هذه القوانين؟ أيضا هذه القوانين هي اقتراحات بقوانين في المجلس بضيف عليها النشاط النووي والإشعاعي، سلامة الغذاء، عفوا قانون الأمان النووي، صحيح. النشاط النووي والإشعاعي جه قبل نهاية الدورة بأسبوع، احنا مستعدين نخلصه لو الدورة امتدت. العيب ليس على المجلس، إنما يبدو أن القانون احتاج إلى وقت كبير لدراسته. لا تعيبن على المجلس أنه لم يقر تشريعات معينة. المجلس إذا كان المجلس